كتير من منشئين المحتوى أول ما بيبدأ يوتيوب بيواجههم مشكلة رهيبة. طب إيه هي المشكلة دي يا أمير؟ المشكلة اللي هي مش بتلاقوا أفكار تعملوها على طول. طب إزاي نجيب أفكار؟ في الفيديو ده هعرفكم أكتر من طريقة، ويا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول طريقة معانا يا جماعة لازم تعملوها، مثلا أنا محتواي مثلا شرح، سواء أنت كان محتواك كورة، محتواك أي محتوى في العالم، هتاجي على المنافس بتاعك وتخش عليه. أنا هعتبر دلوقتي قناتي منافسة ليا، تمام؟ طبعا أنا في منافسين كتير في المحتوى بتاعي، تمام، وهقولهم برضو في الفيديو، تمام. كده مثلا أنا دخلت على القناة بتاعت أمير، دي القناة المنافس بتاعتي، تمام. هاجي على هنا الأحداث، تمام، هشوفه بيعمل ازاي، بيقدم ازاي الفيديوهات، بيعمل ايه في الفيديوهات، فاهم ده كله. بس ملحوظة، ما تجيش مثلا تسرق الفيديو او تاخد الفيديو وتروح تحطه على قناتك، لا. الفكرة بتبقى ازاي؟ اللي انت تعمل الفيديو هو بس بطريقتك انت وباسلوبك انت وبكلامك انت. يعني ما تاخدش نفس الكلام، ما تاخدش نفس كل حاجة. بس الفكرة جات لك مثلا ايه؟ سر زيادة المشاهدات باستخدام البطاقات. الفيديو ده لسه نازل، جاب مشاهدات مثلا 1000 مشاهدة، لا الفيديو ده مثلا يبقى عالي، لازم نعمل زيه ونجرب، تمام. دي الطريقة اللي أنا بستعملها يوميا يوميا في كل القنوات، بستعملها في أي قناة، وأي واحد منشئ محتوى بيستعمل الطريقة دي عشان تكونوا عارفين، تمام. باجي هنا بقلب على القناة، بفصصها حتة حتة، تمام. بشوف من الأول للآخر إيه اللي جاب مشاهدات وإيه اللي ما جابش، واللي الناس بتطلب وين الناس مش بتطلب، وبدخل على التعليقات للفيديوهات، وبعمل كذا كذا حاجة لازم تعملوها عشان تشوفوا الناس ايه اللي بتطلبوا وتبدأ انتوا تقدموه، تمام. انا دخلت على المحتوى بتاعي زي ما قلت لكم، سواء اي محتوى بتاعكم، سواء طبخ، سواء كورة، سواء جيمنج، اي محتوى هتخش على المنافس بتاعك، تمام. انا زي ما قلت لكم كده بخش على الاحداث، إيه الفيديوهات اللي نازلة، تمام. ببدأ اعمل زيها بطريقتي انا، بتقديم بتاعي انا، بكل حاجة بتاعتي. بعد كده بدخل على الرائج، تمام. الرائج ايه؟ يعني الفيديوهات اللي جايبه مشاهدات عند المحتوى بتاعه، تمام. ابدا اعملها زيها بس مش بالظبط، ابدا اضيف حاجات من عندي، ابدا اضيف قيمه للفيديو من عندي عشان المشاهد يبدا، لا، الفيديو ده مشاهده، يبدا بقى الفيديو بتاعي يزيد اكتر المشاهد، كل ما هيكمل الفيديو يزيد اكتر مشاهدات. مثلا انا بتاع طريقه معرفه باسورد الواي فاي، تمام، اخده مثلا من واحد اروح اقدمها بطريقتي انا، تمام. زي ما انتم شايفين، اشوف ايه الفيديوهات اللي ضاربه معاه وايه الفيديوهات اللي جايبه مشاهدات، وابدا امثلها بدماغي، وابدا اعملها بطريقتي انا، تمام. كده لحد دلوقتي ماشيين صح احنا. بعد كده بدخل على الاقدم، تمام. الاقدم بشوف ايه الفيديوهات اللي جايبه مشاهدات، عشان اول ما بدا المحتوى طبعا بيبقى فيه فيديوهات، مثلا فيديو جاب مشاهده، فيديو ما جابش، فابدا اعمل فيديو زيه، تمام. مثلا بتاع طريقه ازاله الاعلانات من الهاتف، ده قديم، ابدا اعمل ايه؟ فكره واحد زيه بس بطريقتي وبكلامي، و100 مره اقول لكم بطريقتكم. ما تجيش تسرقوا الفيديو او تاخدوا كلام الفيديو وتروح تعملوه بفيديو، لا، لازم تضيف قيمه ليك انت، لازم تطلع بيك انت بصوتك، بوشك، باي حاجه. المهم تبقى بتقديم بطريقتك انت، مش بطريقه حد، ولا بطريقه نفس الطريقه بتاع منشئ المحتوى، ولا الكلام ده كله، تمام. بشوف الفيديوهات ايه اللي جايب وايه اللي ما جايبش، وكان بينزل امتى وبيعمل امتى، فبشوف كل حاجة. بعد كده هنخش على الطريقة التانية مع بعضنا دلوقتي. كده دخلنا على الاستوديو يوتيوب. طبعا ممكن واحد يسألني طب يا امير ازاي ندخلها؟ طبعا هسيب لك فيديو لسه عامله، هو بيعرفك ازاي تدخل تطبيق استوديو يوتيوب بطريقة سهلة من غير اي تعقيد، تمام. اول ما هتفتح تطبيق استوديو يوتيوب هتيجي بص هنا، هتجرب هتلاقي 3 حاجات او 4 حاجات، كذا حاجة. المهم هنجي على الخيار الثالث اللي هو الاحصائيات، تمام. بعد كده بنجي على المحتوى، تمام، اللي هو المحتوى بتاعنا، تمام. واحدة واحدة مع بعضينا. بعد كده هنيجي على الجمهور، تمام. وهننزل تحت كده، بصوا هتلاقوا حاجة هنا اسمها قنوات يشاهدها جمهورك والمحتوى الذي يشاهده جمهورك. طبعا انا عشان قناتي مش مكملة شهرين او 3 شهور، فلسه متفعلش معايا الخيار ده. لو انت قناتك مثلا بتجيب مشاهدات ومفعل الخيار ده كله، تمام، هتلاقيها عندك. طبعا انا عارف القنوات اللي شاهدها جمهوري، اللي هي مثلا بيبقى مثلا رؤية للمعلومات، المتوحد فكرة، مثلا محمد علاء، مثلا علامة استفهام، ده كله بيقدم نفس المحتوى. طب ايه بعمل؟ بدخل على قنواتهم، تمام، بشوف المحتوى الذي يشاهده جمهورهم، تمام، اللي هو مثلا الرايج اللي جايب مشاهدات. كل الناس دي بتعمل نفس محتوايا
وانا برضو باخد نفس افكارهم ونفس كل حاجة وبعملها على قناتي. حاجة مش عيب، بس لازم بطريقتك انت مش بطريقة حد. وهتلاقي كلمة المحتوى الذي يشاهده جمهورك، هتلاقي كذا فيديو معروض الناس مثلا اللي بتشاهدها جمهورك تعمل زيها بس بنفس اسلوبك وبنفس تقديمك انت، ما تاخدش فكرة من حد. تمام. ودي كده الطريقة التانية. تعالوا كده نخش مع بعضنا على الطريقة التالتة مع بعضنا. الطريقة التالتة معانا يا حبايب قلبي اللي هو شات جي بي جي. طبعا كلنا عارفينه. لو جينا ندخل عليه كده مثلا مع بعضنا، تمام، هننتظر يخش معانا. تمام. هيعمل كده، هنكتب له ايه؟ اول حاجة هنكتب له عايزين، تمام، افكار فيديوهات. تمام، لازم تكتبوا له كده. تمام، فيديوهات عن محتوى، سواء جيمنج سواء اي محتوى بتاعك ايه تكتبه له هنا. لازم تكتب عايز افكار فيديوهات عن محتوى كذا. انت سواء جيمنج سواء شرح سواء تعليمي زي سواء اي حاجه طبخ سواء اي حاجه، هتكتب له المحتوى هنا. انا مثلا هكتب له جيمنج. تمام، زي ما انتم شايفين. بعد كده هبعت له. بص كده، خلال دقيقتين بالظبط هيجي كل حاجه يعملها لي. دقيقتين بالظبط او ثانيتين بالظبط. بص، على طول بما انك اصلا بتعمل محتوى العاب وتستهدف الاطفال، بص هيبدا يجيب ايه، هيبدا يجمع وهيبدا يجيب الافكار. هنستناه نص ثانيه كده او دقيقه كده وهنرجع لكم تاني. بص كده يا جماعة، جايب لك أفكار فيديوهات جيمنج قوية لقناتك. بص، أول حاجة جايب لك إيه؟ أفكار تفاعلية مناسبة للأطفال. تمام. بعد كده تاني حاجة أفكار رعب كوميدية برضو تنفع مع الألعاب زي المعلمة المخيفة. تمام. بيجيب لك أفكار تجيب مشاهدات عالية مناسبة لليوتيوب. بص جايب لك كل حاجة. وبرضو جايب لك أفكار كوميدية بوشك مناسبة لأسلوبك. أفكار ذكية تكبر القناة بسرعة. بص، ترشيح ليك كبداية قوية ناسب قناتك. جايب لي شوية حاجات أفكار محدش يجيبهم خالص. زي مثلا ادينا، بص هناجي مثلا على، انت هتشوف اني افكار مثلا ايه، افكار تفاعليه مناسبه للاطفال. لو محتوى مثلا مستهدف اطفال اكتر، تشوف دي مثلا. بيقول لك ايه، تحدي لو خسرت اللعبه نفذ عقاب مضحك. هتبدا تجيب عقابات وتبدا تعمل كذا. تمام. بعد كده تاني حاجه بيقول لك تختار انتم قراراتي في اللعبه، يعني تخلي المشاهدين يختاروا قراراتهم. تحدي بدون صوت اللعبه. تمام. العاب بعين مغمضه لمده 5 دقائق. بص دي كلها افكار. دي كلها افكار. ده انا لو قعدت 10 ايام مش هعرف اجيب الافكار دي لو بدماغي. فاهم انت بكلمك ازاي؟ وافكار تجيب لك مشاهدات. جربت اسوأ لعبة على الهاتف افضل 5 العاب اندرويد لازم تجربهم. كل ده هيجيب لك مشاهدات. مثلا انا يا جماعة عجبتني فكرة. تمام. تحدي لو خسرت اللي هو الواحد ده مثلا، هبعت له كده مثلا هنسخه. تمام. هبعت له هنا نسخ، هات سكريب مثلا او تلخيص ليه. بص كده، خلال ثانيتين بالظبط هيجيب لك تلخيص للفكرة دي. بص الفكرة دي ممتازة جدا للأطفال. بص، معلش يا جماعة ده عشان رمضان وكده الصواريخ هتلاقوها كتار. كل سنة وانتم طيبين. تمام. بص هديك واحد سكريبت سهل تحفظه، 2 تلخيص سريع تحفظه في دقيقة. بص سكريبت. بص الهوك اول 5 ثواني تبص للكاميرا بحماس وبيعرفك كل حاجه. المشكله بص كل حاجه بيعرفها لك. بص ده الهوك، والمقدمه بيديك مقدمه وبيديك سكريبت وبيديك كل حاجه. يعني انت مش محتاج حاجه يعتبر. ناقص انك تبدا على اليوتيوب وتجيب الافكار بطريقتك انت. وان شاء الله نكون فدناكم في الفيديو ده. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه حبايب قلبي، سلام.